ايطاليا سنات واحد اتفاقيه مع المغرب انها تجيب المهاجرين من المغرب كما كدير اسبانيا كتجيب المغربيات كيخدموا في الفريز. هاد المره غيجيو الرجال غيخدموا في الفلاحه هنا في واحد المدن في الطاليان مع الدعم السكني، وكذلك غتتم هاد العمليه فابور بالمجان. الطريقه ديال التسجيل مجموعه من المعلومات غادي نبارطاجيها معكم في الفيديو، ولكن قبل ذلك ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم المهتمين بالموضوع، وعندكم اي سؤال في هذا الموضوع خليوه لي في التعليق ان شاء الله. ما نطولش عليكم بزاف وغندخل مباشره في الموضوع. انا مأكد ان هاد الاخبار غتفرحكم بزاف، ولكن نتوما قبل ذلك فرحوني وفرقعوا لي دوك الاشتراك ان شاء الله. ما نطولش عليكم بزاف. طاليان سنات واحد اتفاقيه مع المغرب وخصوصا مع المنظمه ديال العمال اللي كاينه في مدينه فاس، وهاد من خلال هاد الاتفاقيه غادي تخلي تمكن المغرب انها ترسل عمال فقط في مجال الفلاحه انه يجيو يخدموا هنا في ايطاليا، وبالضبط خصوصا في شركه برونتو. هاد الشركات من خلالها ان غيخدموا عقود موسميه ديال الفلاحه موديل الصيد مع توفير السكن والدعم الاجتماعي ومجموعه من المسائل الاخرى، وغتكون بالمجان. اما عمليه الاختيار ديال هاد المهاجرين راه غتتم من طرف منظمه العام ديال العمال اللي كاينه في مدينه فاس، هي اللي عندها الحق غتختار هاد العمال. ولكن انا مأكد انها راه عمليه ديال التسجيل ومجموعه من الاشياء الاخرى راه غادي تقريبا غتماشى مع استراتيجيه اللي كدير اسبانيا في المغرب وكتجيب المغربيات باش يخدموا في الفريز، وتتم عمليه ديال التسجيل في الشركات ديال انابيك. انا هذا مجرد اقتراح من عندي، تقريبا غادي يمشيو في هذا المنطلق، ولكن ما مأكدش من هذا الاخبار واش غتتم العمليه بهذه الطريقه او انهم يقدروا يصايبوا العمال اللي كاينه في مدينه فاس، هي اللي عندها الحق تختار العمال ويجيو لهنا للطاليان في مدينه كاتانيا وباليرمو. ولكن الشروط والطريقه ديال التسجيل ومجموعه من المعلومات الاخرى مازال ان شاء الله غنبارطاجيها معكم في الفيديوهات الاخرين ان شاء الله. الحمد لله ان بهذه الاتفاقيه راه غادي يتمكن المغاربه يجيو هنا يخدموا في الطاليان بعقود لي فابور وبالمجان، يعني بلا ما تتم ديك العمليه ديال التزوير وتبقى كاين الانسان ما عندوش رغم انه خاصو يدبر باش يدبر على واحد الكونطرا باش يجي هنا للطاليان. هاد العمليه راه ما غتبقاش، والحمد لله مع اتفاقيه الناس غتجي بالمجان كما في اسبانيا كيجيو المغربيات كيخدموا بالمجان وكيرجعوا ان شاء الله. تقريبا غتكون ضمانه ديال الرجوع، هذه مأكد منها لان بورسونتاج 100% خاص ضروري يرجعوا باش تبقى اتفاقيه مع المغاربه ودائما يسنيو يجيو الناس لهنايا مع المغاربه ودائما يسنيو يجيو الناس لهنايا. وغتكون كذلك قوانين اخرى اللي غادي تمكن المغاربه باش انهم يصابوا لورا. حد الان معلومات اخرى غنبارطاجي معكم في الفيديوهات الاخرين ان شاء الله، ومجموعه من المعلومات. نتوما فقط غير عليكم ديروا الاشتراك باش دائما يوصلكم المعلومات مباشره من كنبارطاجيها معكم. في هذا الفيديو راه كان خفيف بالزربه باش نبارطاجي معكم المعلومات ونفرحكم. تلاقوا في فيديوهات اخرين ان شاء الله اللي غنتكلموا على نفس الموضوع ومعلومات اخرى وتفاصيل اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.